مرحبا شباب، راح احكي لكم اليوم عن كيفية التقديم لمسابقة جوائز روانكا. تعالوا انا وياكم خلينا نشوف شلون تصير عملية التقديم. راح نقوم بادخال الرابط اللي هو www.rawanka.org. بعد ما فتحت عندنا الصفحة راح نبحث بشريط الصفحة عن المشاريع او قسم المشاريع، ندخل على جوائز روانكا السنوية. راح تفتح عندكم هذه الصفحة الخاصة بجوائز روانكا اللي بيها عن الجوائز والمخطط الزمني والمعايير العامة وأيضا وسائل الاتصال والأقسام الخاصة بالجوائز روانكا. بعدها احنا راح نروح نضغط على تقديم الآن أو قدم الآن، نضغط عليها. راح تفتح هذه الصفحة عندنا اللي هي تتضمن اللغة، نضغط على اللغة العربية مثلا نكست أو التالي. راح تطلع عندنا استمارة التقديم، الشروط العامة. هاي من الضروري إنه إحنا نقرأ هذه الشروط حتى نعرف شلون تكون عملية التقديم. ننزل حتى نختار القسم اللي إحنا نريد نقدم عليه. كثير من الأقسام موجودة، إحنا راح نختار قسم القصة القصيرة، نضغط عليها. من بعدها ننزل ندخل أو نضغط نكست التالي. بعد ما دخلنا على مجال القصة القصيرة راح نشوف الشروط الخاصة بالقصة القصيرة. إذا اختاريتوا أي قسم أو أي مجال راح تظهر لكم الشروط الخاصة بالقسم اللي انتم اختاريتوه. من الضروري جدا انه احنا نختار او نقرأ الشروط الخاصة بالقصة القصيرة او اي مجال اللي انتم اختاريتوه. من الضروري جدا قراءة هذه الشروط. بعد ما تستوفون هذه الشروط نروح نشوف شنو الشيء اللي هو طالبه من عندنا، مثلا ارفاق صورة او ارفاق فيديو. لكن في مجال القصة القصيرة راح نرفق ملف كمثال، نضغط على اد فايل، نختار مرفق عشوائي حتى نرفقه. نضغط اوكي. بعد ما تم تحميل المرفق راح نضغط على التالي. راح تفتح عندك نافذة المعلومات الشخصية اللي راح تتكون من الاسم الثلاثي. هذه أول شيء، الاسم الثلاثي، تكتب اسمك الثلاثي. تاريخ الميلاد، أيضا تكتب تاريخ ميلادك. بعدها الجنس، راح تختار إذا ذكر أو أنثى. وبعدها الهاتف، رقم الهاتف الخاص بك. من بعدها الحالة المعيشية، إذا كنت نازح، لاجئ أو المجتمع المضيف. أيضا المحافظة، إذا كنت من بغداد أو أربيل، من أي محافظة أنت كنت، ديقار أو غيرها، راح نختار محافظة. وبعدها عندنا رقم الهاتف الثاني، راح نختار رقم الهاتف الثاني الخاص بك أيضا. بعدها البريد الإلكتروني، تكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك بهذا الحقل. صورة لكلا جهتي الهوية الشخصية أيضا بهذا الحقل، راح ترفقها بملف صورة الجنسية. آخر فقرة اللي هي كيف سمعت بمشروع جوائز روانكا، عن طريق صديق، مواقع التواصل الاجتماعي، الموقع الإلكتروني، التلفزيون، منشورات ومطبوعات، لوحة الإعلانات وأخرى. راح نضغط أخرى ومن بعدها نضغط على إرسال. لقد تم تسجيل ردك، بمعنى أنه إحنا تم طريقة التسجيل بطريقة صحيحة وتم تسجيلنا في المسابقة. ومثل ما شفتوا هذه هي عملية التقديم، سهلة جدا وبسيطة. ننتظر أعمالكم، أتمنى لكم الموفقية.